هنعمل مع بعض قرع العسل. في ناس بتعمله حادق، في ناس بتعمله حلو، بس الأغلبية بيعملوه حلو. في ناس بقى بتعمله بالبشاميل، لكن احنا النهارده هنعمله حلو بالايه؟ هنعمله بالمهلبية والبسكوت، بسكوت الشوفان. تمام. النهارده بقى هنعمله ازاي؟ هنمشي خطوه مع خطوه بخطوه. تمام. احنا ممكن نحط بدل السكر عسل عشان اللي بيعمله ده. طيب، اول حاجه عندي تمام قرع العسل جبت قد ايه؟ انا جبت كيلو. تمام. وقطعته لمكعبات صغيره. ماشي. وحطيت عليه كوبايه سكر وحطيته في التلاجة على الاقل 4 ساعات. ليه بقى حطيته في التلاجة؟ عشان لما بيتحط في التلاجة بينزل المية اللي فيه بالسكر، فالمية اللي فيه بالسكر انا هسلقه، فلما اجي هسلقه هتساعدني ان انا اسلقه المية بتاعته فيه. تمام. دلوقتي هنروح نشوف قرع العسل بقى شكله ازاي. انا حطيته اهو. هو دلوقتي المفروض انه بيتسلق. تمام. هنسيبه يتسلق. ماشي. وهرجع لكم اول ما هيتسلق وهنشوف شكله عامل ازاي. لكم بعد ما اتسلقت هو بقى شكلها بالشكل ده. صفيناها من الميه بتاعتها، كان فيها ميه صفيناها منها. الميه دي انا ما رميتهاش خالص 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 خالص، لا بالعكس انا سبتها عشان هنستفاد منها بعدين. دلوقتي عندي ده هحط فيه مكونات معينة. ايه هي بقى المكونات دي؟ عندي هنا زبيب، وعندي كمان عندي سوداني، وعندي قرفة، وعندي جوز الطيب. هندلق كلهم كده كده وهنقلب كويس جدا. وبعد ما هنقلبه هنسيبه عشان يبرد. بعد ما هنسيبه عشان يبرد هنبدأ نعمل مع بعض تاني حاجة، المهلبية. نشوف ادي كده اهو، نركنه على جنب نسيبه يبرد. عندي بقى هنا هعمل المهلبية. المهلبية عبارة عن ايه؟ تعالوا بينا نشوف. عندي هنا كوبايتين من اللبن محطوطين، كوبايتين من اللبن. تمام. وعندي هنا نشا كده، وعندي كمان كريم جانتي. هحطهم كلهم. وعندي كمان عندي كمان هنا كيس لبن بودرة. هنفتحه وهنبدأ برضو نحط كده بالطريقة دي. وهنحط برضو كيس فانيليا. عندي هنا كيس فانيليا. وهنحط شوية صغيرين من المية بتاعة السليق، وهنبدأ نقلبه كويس جدا عشان ما يتكلكعش، وهرجع لكم اول ما يخلص. ودلوقتي خلصنا المهلبية وهنبدأ نزينه ونحطه في كاسات. انا عندي هنا الكاسات دي. تمام. هبدأ اول حاجة. تمام. هجيب قرع العسل بالمكون اللي انا قلتلكوا عليه، اللي هو الزبيب والكلام ده كله، وهبدأ احطه كده نفرده بس عشان ما يبقاش في حتة لا. تمام. اهو كده بالطريقة دي.
كده عندي هنا البسكوت. هبدأ ان انا احطه في الكاس الاولاني كده بالطريقة دي، معلقة تاني الطريقة دي كده. ودلوقتي هبدأ ان انا هحط المهلبية بتاعتي. عندي هنا مغرفة هبدأ ان انا احط بيها المهلبية. عايزة اقول لكم شكلها جميل قوي وهتطلع حلوة وجميلة جدا وجميلة جدا بجد. طريقة قرع العسل دي طريقة جميلة وسهلة وبسيطة. ودلوقتي هنعملهم كلهم وهنسيبهم لحد ما يبردوا، وممكن نرش عليهم رش ان هنحطهم في التلاجة وهنرجع لحد لما يجمد ونرجع لكم. رجعت لكم بعد ما جمدت، بقى شكلها بالشكل ده. رشينا فوقيه البسكوت الشوفان اللي كانت بقى شكلها روعة جدا. شفتوا كل شيف عامل طبق شكلهم حلو. طيب بس كده ده بقى شكلها، وده العصير اللي كان متبقى. انا بقى عايزه اقول لكم على حاجه. في ناس كتيره جدا ممكن تسالني السؤال ده. هتسالني ايه؟ هتقولي لما جيتي تعملي المهلبيه ليه ما حطيتيش عليها سكر؟ انا اقول لكم ليه. لان ما كانش ينفع، لان انا حطيت بديل للسكر. ركزوا كده ورجعوا الفيديو هتلاقوا ان انا حطيت بديل للسكر. لو كنتم مركزين بديل للسكر ده هو العصير اللي كان متبقي من السلق. تمام. انا لما سلقته ماشي، مش انا لما حطيت قرع العسل حطيت عليه سكر بس، فهو الميه دي او السلق ده نزل بالسكر بتاعه بس، فهو العصير ده يعتبر فيه سكر، او هو اصلا فيه سكر، فانا حطيته بديلا من السكر. وعلى فكرة العصير ده ما ترموهوش واشربوه، مفيد وجميل خالص خالص خالص. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. اكتبولي في الكومنتات عايزيني اعمل وصفات ايه تاني، حلويات ايه تاني، او اكل ايه تاني. تمام. ده بقى شكلها في الاخر، وبتمنى ان تكون حلقة النهاردة عجبتكم. ولو عجبتكم اكتبوا في الكومنتات انها عجبتكم، وهقرا كومنتاتكم واشوف مين عجبه ومين عايزني اعمل اكلة ايه تاني. بس عايزين نوصل الفيديو ده ل100 لايك. تمام. وعايزين قناتنا تجيب عدد اشتراكات اكتر. بس كده، وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.